السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي وبأقل مجهود وعلى الواقف زي ما بنقول كده بأقل مجهود. خد حرس الحدود 3-0 مع الرأفة وعلى الواقف. يعني دي أقل حاجة نبدأ نقولها النهاردة. وفي كمية أهداف النهاردة ضايعة للنادي الأهلي أقل حاجة، يعني نقول 3 أجوان. يعني الماتش ده كان ممكن يخلص 6-0 أقل حاجة، لكن يعني عشان رعونة لعيبة النادي الأهلي هي اللي يعني وصلتنا لكده. بس يعني 3 مع الرأفة مش مشكلة، بس أهم حاجة اللي احنا خدنا ال3 نقط. بس في كمية أجوان يعني وهجمات ضايعة للنادي الأهلي. يعني يعني المفروض يكون في وقفة لها. وبرضه في قفشة مباراة ولا أجمل من كده. هو ده قفشة اللي احنا عارفينه، هو ده قفشة بتاع القضية ممكن، ومن بعد القضية ممكن. هو ده قفشة اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتمناه من قفشة. ودوت 7 فوز للنادي الأهلي بثلاثية في الدوري بتاع السنة دي. يعني 7 فوز للنادي الأهلي السنة دي. وألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم. الهدف الأول جال محمود بن والي في الدقيقة 4. طبعا يعني غلطة منه لا تغتفر، يعني في الدقيقة 4 وفي بداية الماتش. من بعد الهدف دوت المباراة اتفتحت، وبدأ النادي الأهلي يعني يكون أداؤه يعني ما كانش أحسن حاجة في الشوط الأول. لكن يعني كان مقبول نوعا ما شوية. الهدف الأول جه في الدقيقة 4 زي ما احنا قلنا، وكان في أهداف بالجملة ضايعة زي ما احنا قلنا من النادي الأهلي. الهدف التاني جه لأحمد عبد القادر في الدقيقة 56. عبد القادر لفها بصراحة لفة سحرية جدا جدا. عبد القادر يعني لف وسطه كده أو لف جسمه وحطها بطريقة كويسة جدا. يعني أنا معرفش الجون ده دخل ازاي. أنا ببص كده مرة واحدة لقيت الكورة جوه الشبكة. يعني انا ما اعرفش بصراحه عبد القادر عملها ازاي. بس جون ولا اجمل ولا اروع من كده من محمد عبد القادر. بصراحه عملها بطريقه كويسه قوي قوي قوي. وبرده في الهدف الثالث جال طاهر محمد طاهر في الدقيقه 64. طاهر طبعا يعني بعد ما جاب الجون برضه كان اسيست من مجدي قفشه اللي هو النهارده نجم المباراه، وخد احسن رجل في المباراه النهارده. هو فعلا يستاهل، لان عمل 2 اسيست بجونين ولا اجمل من كده. وطبعا انتوا عارفين طاهر كيات ساعه ما جاب الجون راح للجماهير وقعد يعمل كده يعني سطلانه وبدات سطلانه تبدا تشتغل بعد جون طاهر محمد طاهر. طاهر بصراحه يعني كيات جدا يعني يعني ملك الكيادة اللي في الدنيا كلها. وبكده يتأكد هبوط نادي فريق حرس الحدود للدرجة التانية. في برضو كان خبر لحمدي فتحي. حمدي فتحي خلاص كده في قطر في الدوحة مع نادي وكرة. هيروح يمضي العقد والكشف الطبي. بالتوفيق لحمدي فتحي ونادي الأهلي طبعا فاتح دراعاته لحمدي فتحي في أي وقت. واهم حاجه يعني محبه اللعيبه للنادي الاهلي. حمدي فتحي طبعا اغلى لاعب مصري في التاريخ ياخد راتب من الخليج حوالي 3 مليون دولار في السنه. يعني حمدي فتحي واخد 3 مليون دولار في السنه. برضو يعني حمدي فتحي يعني مش هيلعب مباراة السوبر الإفريقية ضد اتحاد العاصمة اللي هتكون في السعودية يوم 13 أغسطس. طبعا حمدي فتحي مش هيلعب المباراة ديت لأن هيكون خلاص سافر والكلام ده. وبرضه في حمدي المسلوسي يعني كمل التعاقد بتاعه مع نادي الزمالك ل 2025. وبرضه في سيف فاروق جعفر برضه مد عقده برضه ل 2027. ففي النهاية بنقول مبروك للنادي الأهلي، وبتمنى التوفيق لفريق حرس الحدود ويصعد تاني إن شاء الله السنة الجاية وبأقرب وقت. لأن فريق حرس الحدود من الفرق بصراحة اللي أنا زعلت عليها جدا إنها نزلت درجة تانية. لكن أتمنى من فريق حرس الحدود إن هم يصعدوا إن شاء الله السنة الجاية. ودي كانت حلقة اليوم. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.